السلام البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ كلشي بخير. جينا ثاني بحال الوصفه اللي ساهله ديال العصير، غير تفاح الليمون وخيزو مسلوق. غادي نزرع التفاح وغادي نعصر الليمون وغادي نديرهم في الطحانه موينيكس، غادي نطحنو وغادي نوريكم كيف ندير. المهم البنات غادي نزيد دابا خيزو كنت درتو مسلوق البارح ونزيدو حتى هو على العصير. صافي غادي نزيد الماء ومعلقه ديال السكر. المهم دابا البنات غنطحن العصير ديالنا. ها هو وجد كيجي خاطر وزوين بزاف. نتوما تقدروا تضيفوا عليه اي نكهه بغيتو. انا درت ديال الخوخ، نتوما تقدروا ديروا شي نكهه اخرى كما كتشوفوا. خاطر وزوين. متنساوش المتابعه ولايك. المهم قربنا دابا الليمون دواور، غادي نبداو نعصرو في هاد العصير. المهم البنات العصير اللي درت قبيله زدت واحد النكهه اخرى، درت البابا حكيت حتى هي وزدت عليه، ودابا غادي وخلط ودابا غادي نطحن. صافي بارك عليه. دابا نكبو في الكاس نوريكم كيفاش جا. المهم نشوفوا كيفاش جا هاد العصير. كيجي بنين بزاف وصحي ومزيان في فقرة الدم، متشبعوش منه. ها هما العواصر ديالنا وجدوا. نتمنى انهم يكونوا عجبوكم، ولا عجبوكم ما تنساونيش بالاشتراك ولايك. المهم البنات ملي كملت العصير قلت انا ندير واحد الشلاضه اللي بسيطه وسهله وصحيه. الخيار جربته، التفاح والليمون والخس رقدته في الخل باش يحيد من داك الحشرات، ومن بعد غدا نعصر الليمون حتى هو باش نزيدو. اليوم انا شاركت معكم كلشي اللي طيبت في هذا النهار. ان شاء الله يعجبكم هادشي، وما تنساوش بارطاج ولايك. انا درت الروز ديال بسمتي هندي. المهم راه زوين بزاف كما كتشوفوا، هو رقيق زوين يعني بحال الشعريه. ونزيد الماء وغنرد الماء زيت وزدت عليه شويه جلبانه ونحط الصوص كما الصاغ ديالو، وغادي نزيد عليه البارطه حتى هي غادي نسلقها، وغادي نزيد عليه صافي باش ندير شلاضه ديال الخضر يعني غير شويه باش بزاف. غنزيد البطاطا ونزيد هذا حتى هو، يعني غنزيد حتى البطاطا حتى هي نقرطها وغادي نزيدها ونوريكم الشكل النهائي. المهم البنات من بعد ما تسلق ليا الروز وجلبانه وسلقت البطاطا والباربو،
قررت شويه الربيع ودرت شويه زيت العود والكمون صافي وخلطت. هذه هي النهايه، كتجي زوينه بزاف وزوين. المهم البنات هذه المريقه ديالنا اليوم، دجيجه صغيره كروازيه، سكينجبير، الكمون، الخرقوم معرق، وغادي نديرو واحد جبه ديال الثومه غنحكوهم، ومن بعد نديرو الربيع والبصله هادو غنديروهم نحكوهم. المهم البنات نقرد دابا الثومه كما كتشوفوا. دابا غنبدا نقرد في الربيع. المهم دابا الربيع غنبدا نقردو، غادي نزيدو في الكوكو، نقردو البصله البنات حتى هي غادي نقردوها. المهم هذه غادي نديرو هاد المريقه يعني بالفريت وبالبصله يعني ايوا صافي، وغادي نرميوها في الكوكوط وغادي طيب. المهم البنات غنقردو البصله يعني القياس ديالكم نتوما العائلي. انا درت هنايا البصله الخضراء. المهم غادي نكمل دابا التقراد وغادي نديرو صافي. من بعد غندير كوكوط نسد عليها طيب كما كتشوفوا، تقلى شويه وشفت زيت الرومي الا كان عندكم السمن. المهم انا كنشارك معكم البنات الفطور ديالي، نتمنى انه يعجبكم. المهم كنبقاو نوريكم ملي نوصل، ملي غادي نديرها فوق البوطه ان شاء الله غادي نوريكم فين كيفاش ولات. المهم هاهي البنات المرقه ملي حطيت العطريه والخضار والزيت وداكشي، هاهي دابا كتشحر في البوطه. المهم نخليكم معنا كنبدا ان شاء الله. بالنسبه للكوكوط حليت عليها لقيتها باقي خاصها شويه طيب، غادي نرد الطيب. نتلاقاو ان شاء الله ملي نوجد كلشي. حتى هي البطاطا وجدت، غادي نخرجها من الفران. كتجي مقرمله وزوينه، من الاحسن انها تكون في الفران باش ما تجيش مزيته بزاف يعني. المهم حتى نصور لكم نحط المرقه ونوزع عليها هكا بطاطا، غادي نصور لكم وصافي هنا نكونوا سالينا. هنايا درت الروز سلقته وزدت شويه الزيت، من بعد ما يتسلق درتو هنايا يفور. غادي ندير السفه بالروز كتجي زوينه بزاف. المهم خليكم مع الشكل النهائي، غادي نصور لكم داكشي في الاخر. هذه هي السفه اللي درنا. المهم ما لقيناش كاكاو، درنا غير زوقناها بالقرفه، ومن الفوق درنا سكر كلاصي. هي طابت لنا المريقه ديالنا، دابا نحط فوق منها الفريت. المهم كتجي زوينه بنينه، فيها كلمات دجيجه كرواسيه كيش بحالها. وبالنسبه للشلاضه اللي كنت كندير قبيله، المهم انا قردت عليها الخس والليمون عصرته وكبيته كما كتشوفوا هما الجمال. ايوا المهم هادو مجرد افكار. السلام عليكم، الله يهنيكم.